يا مساء الفل حبايبي ومتابعيني واحلى متابعين في الدنيا او صباح الفل حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم يا جماعه بقى؟ حواوشي بيتي حاجه كده قمر، حاجه تحفه تحفه تحفه. اعمليه بنظافه في بيتك وما تشتريهوش لعيالك من بره. ما انتش عارفه بره هم ضايفين على اللحمه ايه، ضايفين حاجات كتير جدا ملهاش عايزه، وما تعرفيش النظافه اللي هم عاملينها بيها زي ما انت هتعمليها في بيتك. طبعا انا عارفه ان كل ست شطوره وبتعرف تعمل الحواوشي حلو جدا، بس يا جماعه دينا بنتعلم من بعضينا. يمكن انا بعمل حاجه انت ما بتعملهاش تعلميها مني، انا اتعلم منك حاجه جديده. مش عيب طول ما احنا عايشين في الدنيا بنتعلم. خلاص. يلا امرايا لايك وشير، وبالله عليكم مش اقل من 3 دقايق نتفرج على الفيديو، علشان الفيديو حلو وعلشان تزودوا لي من نسبة المشاهدات. ما توقعوليش القناه يا جماعه بالله عليكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقة الحواوشي الجميلة دي زوزو عملتها ازاي. انا هنا يا جماعة قطعت فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل سبايسي، والسبايسي ده اختياري، عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة براحتك خالص جدا. وبعد كده هنزل عليهم ببصلتين حلوين كده اهو. والبصل ده حسب كمية اللحمة اللي انت هتعمليها وحسب كمية الحواوشي اللي هتعمليه. طيب هروح ضربة اساسي بقى حتة ليا كده اهو، حتة تومة. اللية دي بتودي الحواوشي في مكان تاني. بعد ما ضربت كله رحت نازلة قطعة ليا حلوة كده مقطعاها حتت صغننة، وبتاع معلقتين توم كده اهوت او معلقة توم كبيرة، ورحت ضرباها. وجبت اللحمة بتاعتي وهنا قسمتها نصين. عملت حاجة بالسبايسي فلفل الحامي وحاجة من غير الفلفل الحامي. هنا حطيت معلقة ماجي اهو. وهتحطي ايه يا زوزو تاني؟ هحط معلقه فلفل اسود، وبحط هنا وبحط في الطبق التاني، انا بوزع هنا وهنا يا جماعه. وبعد كده هو بروح حاطه حبه كزبره وحبه 7 بهارات اهو. بتبل هنا وبتبل هنا عشان ابني الصغير ما بيحبوش حراق. بعد كده اما تخلصي كل دوت هتعملي ايه يا زوزو؟ هنا اهو بقى اخدت حبه كده تتبيله كده اهو، واروح نازله عليهم بحبه لحمه، حته لحمه كده، علشان قلت دوت بيبقى سبايسي وده لأ. وهنا حطيت حبة ملح، وهحط برضو حبة ملح في الخلطة اللي في الخلاط، وهقلب بقى كويس جدا. بعد كده هقسم اللحمة بقى، اخد حبة هنا اهو اهو، وادوبها بالخلطة اللي معايا دي كويس جدا، واحط بقية الخليط اللي في انا كنت عاملة سبايسي ومش سبايسي يا جماعة، علشان في ناس بتحبه حراق وناس لا اهو. وتقلبيها بقى كويس جدا. مش هينفع تقليب بالمعلقه، لازم بايدينا، وايدينا مغسوله وزي الفل طول النهار واقفين في المطبخ وتحت الحنفيه. كلنا عارفين وكلنا ستات بيوت اهو. بعد كده هو هتعملي ايه يا زوزو؟ هاخد برضو الجزء التاني بقى يا جماعه واحطه اهو، هركنه كده على جنب. والجزء التاني برضو هروح نازله عليه بقى بقيه الخلطه اهي، واقلبها برضو كلها في قلب بعضها كده اهو. بقى دي الحاميه لان جزء كبير بيحب الحامي اهو. لان انا بعد ما ضربتها بالفلفل يا جماعه اللي هو الرومي والاحمر والاصفر، رحت واخده حبه كده ورحت حاطه بقى قرنين فلفل سبايسي كده ايه والوعوا المواضيع. بس شلت حبه لابني التاني علشان ما بيحبش الحاجه حاميه. وتدوبي بقى الخلطه ديت في اللحمه كويس جدا. وبعد كده تعملي ايه يا زوزو؟ اهو هنا حطيت حبه جبنه موتزاريلا وهنا حبه جبنه موتزاريلا، وقلبيهم في قلب اللحمه بقى وجمالها، عشان لما تيجي تاكلي كده تبصي تلاقي المطه معاكي بتبقى خطيره يا جماعه، خطيره. قلتلك ادينا بنتعلم من بعض كلنا. اللي ما بتعملش الحركه ديت جربي ومش هتندمي ولا هتخسري. ادينا بنجرب والحياه تجارب. بعد كده هجيب العيش بتاعي اهو، وقطعت بقى ايه فلفل طماطم حلقات وفلفل رومي حلقات وجبنه موتزاريلا. بعد ما حشيت العيش بتاعي، وزعي بقى الطماطم ديت زي بتاع بره بالظبط، اعملي لاولادك زي بتاع بره. ابني لما بيجيبوا بلاقي الطماطم متوزعه عليه كده والفلفل الرومي حلقات كده. طب واحنا ما نعملش لاولادنا ليه؟ عشان ما يشتروش من بره حاجه مش ضامنينها اهو. بصوا الجمال. وحطي رشه موتزاريلا خفيفه كده بقى وسوي. انا بسويه عن نفسي على الطاسه من فوق. شوفي انت بتسويه ازاي، وسويه زي ما انت عايزه تسويه براحتك خالص.
انت ملكه في مطبخك. اي واحده ملكه في مطبخها يا جماعه والله العظيم. معلش يا جماعه، كان الحامل بتاعي مكسور، كنت بصور بايده، بس الحمد لله جبت حامل. اهو بصوا يا جماعه، انا بسويها بقى على بصوا الجمال بقى، بصوا. ولما تستوي على النار نقطه مثلا حبه زيت وحبه سمنه كده، واقلي بقى اهو، او مش تقلي يعني، تحمريها من فوق. بصوا بقى القمر قمر اهو. بصوا الجمال بقى، وبصوا اللون بيبقى مقرمش ورائع يا جماعة، رائع. ولا الجبنة بقى بتمط. بصوا بقى هنا كان أحلى حواوشي طلع، كان خطير، مش قادرة أقول لكم على الطعم، كان حكاية. بجد بجد اعمليه في بيتك، وفري أول حاجة، وحاجة عاملاها بنظافة في بيتك. انت مش ضامنة اللي بره معمول ازاي. ربنا يعافينا من الأمراض جميعا ويعفي ولادنا يا رب. آه بتعملي حاجة مضمونة، انت اللي عاملاها بنظافة، وعارفة انت هتأكلي ولادك ايه. لكن من بره احنا مش ضامنينها. يلا حبيبة قلبي، لايك وشير، ولو جديدة معانا في القناة فعلي زر الجرس علشان يجيلك كل جديد من زوزو يا قلبي زوزو. متبخليش عليا باللايك. لايك مش هيعمل لك حاجة، بل بيرفع من نسبة المشاهدات. و اعملي الحواوشي وجربيه على طريقة زوزو، هيعجبك جدا. ألف هنا وشفا على اللي كل، وألف هنا وشفا على اللي هياكل على طريقة زوزو. والله ما هتندمي. اعملي لولادك، هيعجبهم جدا وهيتبسطوا بيه جدا، وهيقولوا لك يا ماما مش هنشتري من بره حاجة تاني. احنا كل حاجة نعملها في بيتنا بنظافة لولادنا، كفاية الأمراض اللي منتشرة. ربنا يعافيني ويعافيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.